السلام عليكم. معاكم دلوقتي عوض المصري. أنا بغني مهرجانات. بغني مهرجانات تقريبا من 4 سنين، بس لسه ما خدتش فرصتي يعني. فأنا بتكلم على اللي خد فرصته وعدى والنجاح يعني وكده. فمهرجانه سمع من أول ما نزل. أنا بتكلم النهاردة على أخويا أحمد نافع اللي مغني مهرجان دلع تكاتك. آه، اتسجن اتسجن ظلم عشان غنى مهرجان. طب انا عاوز افهم حاجه، هو لو ليه ظهر هيتسجن؟ مش هيتسجن. بس احنا عندنا لا مؤاخذه بقى، انتوا فاهمين. فانا مش عاوز اغلط ولا عاوز اقول اي كلام، بس انا عاوز اوضح كلمه. انتوا ليه بتيجوا على الغلبان؟ يعني ده معلش لو كان مغنيه ابن وزير ولا ابن ضابط ولا ابن كنت هتعملوا معاه حاجه ولا اي كلام. بس دايما هي بتيجي على الغلبان وبيتضرب على قفاه. ده النقطه اللي بنتكلم فيها النهارده. آه، فهو يعني ما غلطش ولا عمل أي حاجة يعني عشان يتسجن ويدفع 10,000 جنيه غرامة على حتة مهرجان كده غلط. آه أنا عاوز الفيديو ده يا جدعان يوصل لأبعد مكان، عشان كده ظلم كده حرام، واحنا شباب برضك عاوزين نعيش وعاوزين نفرح وعاوزين نفضل مستمرين في الموضوع. خلاص أنا غلطت مش هغلط تاني. شتمت في مهرجان مش هشتم تاني. آه، طلعت كلام خارج مش خلاص عادي، هو ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني. المهرجان هو ده اللي بيحصل. فاحنا لازم نجيب اللي بيحصل في البلد ده وبنقوله، عشان برضو ما نقولش اي كلام وبالمرة ما ننجحش ولا نعملش اي كلام. اه واتسجن. نرجع تاني لنقطة اللي هو اتسجن عشان غلبان. طيب هو كان شغال ايه؟ حد فيكم يعرف هو كان شغال في ايه؟ احمد نافع كان شغال في ايه؟ او حودة او الرجالة التانية يعني وابو عبير والرجالة دي. حودة جمعة واحمد نافع هما اللي اتسجنوا تقريبا. آه، احمد نافع كان شغال بيوصل كنتاكي للبيوت وجايب مكنة على قد حاله عشان يقدر يصرف على بيته وأسرته. وكان والده ووالدته غفرة في عمارة. هل ده بقى يعني لما يكون هما ملهمش بيت وغفر، وهو شغال في الكنتاكي يعني بيوصل ومكنة خاص بيه بس، يعني بيعمل 2000 جنيه في الشهر، هيتجوز؟ هيفتح بيت؟ مش هيفتح بيت ولا يقضي أي مصلحة. أنا آسف عنده دور برد بس صعب. ف... فاحنا عاوزين نبقى أحسن من كده يعني. مش عاوزين الناس تضحك علينا. مش عاوزين ال... اللي نيجي على الغلبان. والله العظيم أحمد نافع ده غلبان، والله تصدقوا بالله عيل عسلية وغلبان. بس احنا اللي دايما بنيجي على الغلبان. الكلام ده مش للشعب، الكلام ده للحكومة. كل سنة وانتم طيبين.